تمام. عايزين بس نقول ان احنا عايزين نوجه الشكر لاخواتنا بتوع الامن في فؤوس هنا. اللهم صل على سيدنا محمد. محمد بيه فاضل اللي هو المأمور بتاع الشرطه، وعشان عندنا مركز واسم، فهم شغالين بشكل كويس جدا. وعندنا الاستاذ، عندنا برضو محمد نبيل اللي هو رئيس المباحث بتاع المدينه. بصراحه الراجل ده عمل ازمه لتجار البودره، عمل مشكله يعني قدر ان هو يحجمهم بشكل كويس يعني مسك زمام الامور، وده قلما يحدث في ضابط مباحث. عندنا الاستاذ محمود بسيوني المأمور بتاع مركز فؤوس دايما بيحل مشاكل بشكل جيد. وبرضه محمد حيدة اللي هو رئيس المباحث بتاعه هو جنبنا، جاي من ابو كبير، زي ما محمد نبيل من هي. احنا بنقول دايما الضابط لما بيكون من ابناء المحافظه بيبقى ادرى بشعابها يعني بالظبط كده، وبيبقى يحكم الامور. وبعدين احنا عايزين نقضي على المساله دي، لان النهارده الشباب اتبهدل، خدت بال حضرتك، ما عدا يعني ايه عندنا في فؤوس انظبطت. نامل في كل المراكز انها تحدث طفره، لان احنا بنشوف الشباب بنزعل عليهم، بنحزن عليهم يعني. احنا بنشكرك جدا، نورتنا استاذ محمد يعقوب، مدير مكتب وموقع جريدة الاهلي بمحافظة الشرقية، كنت معانا منورنا. مشاهدينا فاصل ونرجع نستكمل